فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا سائلة تسأل: هل يجوز لي أن أخفف من حواجبي بغرض التزيين لزوجي؟ يعني لا تحلقها تماما ولكن تخفف فقط. نعم، هذه المسألة وهي مسألة الأخذ من الحاجبين بترقيق الحاجبين بتدقيق الحاجبين، ويكون ذلك بالنتف أو بالنمص. فالعلماء رحمهم الله تعالى أولا جمهور أهل اللغة ذهبوا إلى أن النمص هو الأخذ من شعر الوجه للمرأة، وهذا قول جمهور أهل اللغة والفقه. وذهب الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه فسر النمص بقوله الأخذ من شعر الحاجبين بتدقيق أو ترقيق، فخص النمص بالحاجبين. ومن أهل العلم من عمم النمص وجعل النمص في جميع بدن المرأة. إذا نستطيع أن نقول أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور أهل اللغة والفقه أن النمص قاصر على الأخذ من شعر الحاجبين، سواء من عرض الحاجب من ما بين الحاجبين، هذا قول الجمهور. أما القول الثاني قول أبي داود أنه جعل النمص في جمهور جعلوه في عموم الوجه، وأبو داود هو الذي قصر وخص ذلك بشعر الحاجبين. إذا نظرنا في هذه الأقوال فينبغي أن ننظر كذلك في الأدلة. الذين قالوا بأن النمص جائز أو يجوز أن تأخذ المرأة من شعر الحاجبين أو أن تأخذ من الوجه إذا كان ذلك للزوج على سبيل التجمل للزوج وليس فيه تشبه بالكافرات أو بالعاهرات، فأجازوا الأخذ. نقول لهم ما الدليل على ذلك؟ هناك أثر، يعني قد يجيب بعضهم بأثر ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أجازت عند أن سئلت عن أخذ شعر الوجه لزوجها، فقالت نعم، يعني أزيلي عنك الأذى أو بهذا المعنى. هذا يضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والذين قالوا بأن النمص وأخذ الشعر من الوجه وهو قول جمهور العلماء استدل هؤلاء بما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. وهذا الحديث فيه قصة كذلك أن امرأة أتت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث، فذكرت أنها لا تجد في القرآن ما يدل على هذا النهي، في النهي عن الأخذ من شعر الوجه. فقال لها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا موجود في كتاب الله. قالت وأين؟ قال في قول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إذن فإني أظن على أهلك من ذلك، يعني أن امرأتك وأنت تقول بهذا القول هي تصنع، وإما أنها تكون واصلة وإما أن تكون نامصة. قال ادخلي فانظري. فدخلت المرأة فلم ترى في زوج عبد الله بن مسعود شيئا، فخرجت وقالت لم أجد شيئا. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الحديث ليس موقوفا عليه، الحديث مرفوع، وقال حتى ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعن الله النامصة
والمتنمصة. فالنامصة كما قلنا الأخذ بالمنقاش أو بما يسمى بالملقاط، فهذا دليل على التحريم، لأنه كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله وجماعة من أهل العلم أن الكبيرة عند أن عرفوا الكبائر بأنه ما توعد عليها بعقاب في الدنيا أو في الآخرة أو ما ترتب عليها لعن، فهذا حديث صريح. وأنا أتعجب حقيقة من بعض الإخوة أو بعض الشباب أو الذين يفتون بالجواز، يفتون بالجواز وقد انتشرت الفتوى بالقول بالتحريم والمنع مع تفصيل في بعض المسائل. كيف يخالفون؟ أولا في مخالفة في قولهم للحديث الصريح في ذلك. الأمر الثاني لما استقر من الفتوى، ويأتي أحدهم فيحدث خلخلة ويحدث كذلك اضطرابا في مثل هذه المسألة. وأيضا من الأمور التي أحتاج أن ننبه عليها أن العلماء منهم من أجاز كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز للمرأة أن تأخذ ما نبت في وجهها على خلاف العادة، بمعنى على خلاف خلقة المرأة، كأن تنبت لها عنفقة أو ينبت لها شارب أو تنبت لها لحية، فهذا أمر على خلاف العادة. وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز عند ذلك أن تأخذ ذلك المرأة. من العلماء من يقول لا تأخذ بالنتف بالنمص وإنما تأخذ بالحلق. أرى أنه بأي كيفية كانت، لأن هذا مخالف وفيه تشويه لخلقة المرأة ويختلف عن عادة النساء، فيجوز عند ذلك أن تأخذ الشارب، يجوز عند ذلك أن تأخذ العنفقة، أن تأخذ اللحية. لكن الاتيان عند الحاجبين بأخذ الشعر الطبيعي العادي الذي لا يخالف المعتاد من حال النساء، فهذا محرم لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في إبليس: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا فيه تغيير لخلق الله. وقد ذكر جماعة من المفسرين في تفسيرهم لهذه الآية قالوا أن يكون ذلك بالنمص، وذكروا الواشمة والواصلة والفالجة إلى غير ذلك. فالذين يخالفون ويقولون يجوز، إما أنه يجوز مطلقا أو يجوز لزوج، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر هذا الاستفصال. والقاعدة التي يذكرها ويرددها الشافعية وغيرهم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين المرأة الصغيرة والكبيرة، بين المرأة التي تصنع ذلك لزوج وبين المرأة التي تصنع ذلك في بيتها، ولن تبديه على حال التبرج والزينة للأجانب، لم يفصل في ذلك. فالأصل في ذلك العموم، فعلى من أراد أن يخالف هذا العموم أن يذكر دليلا، لا أن يقول هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء. جل هذه المسائل التي نقرأ في كتب الفقه نجد أن الفقهاء قد اختلفوا فيها. أكثر مسائل الفقه من المسائل المختلف فيها، فهل يسوغ لنا أن هناك خلافا في المسألة وفي كل هذه المسائل أن نفتي بالترخيص للناس في كل مسألة لأنه قد ورد فيها الخلاف؟ لا نعهد هذا على أهل العلم، وإنما أهل العلم يتبعون الدليل، ينظرون في صحة الأدلة، ينظرون في ضعف الأدلة، ينظرون في دلالة الأدلة، ينظرون في القائلين الذين قالوا بهذا الدليل. ولذلك نحن نقول نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإذا كان سلف الأمة جمهور العلماء على تحريم النمص، سواء كان على القول بأنه أخذ شعر الوجه أو أخذ شعر الحاجبين، القائل بجواز أن تأخذ المرأة شعر الحاجبين لكن لا يكون ذلك بحلق أو بترقيق وتدقيق يعني مبالغ فيهما، هذا قول ليس عليه دليل، ولا ينبغي أن يفتي الإنسان بذلك فيحدث يعني من الفساد ما الله به عليم، والله المستعان. طيب يا شيخنا، لو أن المرأة كان شعر الحاجب عندها كثيرا جدا ويخرج منه شعرات شاذة وغير ذلك، فهل يجوز لها أن تقص هذا الذي شذ وخرج؟
أنقل في ذلك فتوى العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أنه أجاز إذا ما نبتت تلك الشعرات التي قد تؤذي الإنسان في نظره وبصره ويتأذى بها وتسبب له حرجا حتى للرجل وليس للمرأة فقط، فعند ذلك يجوز أن تقص أو أن يقص الزائد من تلك الشعرات، والله أعلم. هناك سؤال أيضا يسأل عنه بعض النساء، وهي ما يسمى بالتشقير الذي يكون بين الحاجبين. نعم. فما رأيكم؟ مسألة التشقير من المسائل الحادثة وفيها خلاف بين العلماء المعاصرين، والذي أعرفه من كلام أهل العلم بالطبع ومن صيغة التشقير أنها مادة، تلك المادة إذا ما وضعت على شعر الحاجبين تجعل الشعر قريبا من لون الجسم، فمن رآها رأى الحاجب دقيقا رقيقا ليس كبيرا أو ضخما أو عريضا، فاستعضن بذلك النسوة عن قضايا النتف أو قضايا الحلق بالتشقير. أرى في ذلك الجواز لأنه ليس فيه إزالة للشعر، ليست فيه نمص ونتف، ليس فيه تغيير لخلق الله. وإلا من قال أن هذه الصورة فيها تغيير لخلق الله، فإذا ما يوضع على شعر اللحية، ما يوضع على شعر المرأة من حنة أو أصباغ تغير اللون يكون محرما، فهذا صبغ. ولذلك إذا ما رجعت هذه المسألة في فتاوى العلماء مثل الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، مثل الشيخ العثيمين، سئل عن صبغ الحاجبين، في بعض الأسئلة عن تشقير الحاجبين، فأفتيا بالجواز. وإن كانت هناك فتوى أخرى للجنة الدائمة أفتت بالتحريم وأفتت بالمنع، لكن حقيقة لا أرى المنع من ذلك، وأرى فيه من التخفيف على النساء، ولأننا قد رأينا الآن من بعض الشباب الذين يفتون بجواز الإزالة وجواز النمص إلى آخره، فأرى جواز وضع هذه المادة إذا لم تكن يعني تؤدي إلى مضرة في جلد المرأة، وكانت بفتوى طبية وأنها ليس فيها شيء، فمن الناحية الشرعية لا يترتب عليها شيء، والله أعلم. جزاكم الله خير.